سلام سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. انا الحمد لله في نعمه. مرحبا بكم في روتينه جواد دي زاد. لاول مره دخلت القناه ونقول لك ما عليك غير تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يلحقك كل جديد. ونبداو الفيديو تاعنا بجامع الحبوبات. كما راكم تشوفوا الصاب اللي اكثر من رائع يا البنات، بحشو بزاف بنين وهايل، يعني حشو رائع أكثر من رائع. قد ما نقول لكم عليه قليل يا البنات، ويقطع كمية هائلة. هاد صابلي أنا 250 غرام زبدة أقطع لي 65 حبة. هاوليكم الشكل النهائي تاعو. هنا نبداو الوصفة على بركة الله. واش نحتاجو الزبدة 250 غرام. أنا استعملت هذه ديما، شكروها بزاف أول مرة نجربها. وحلوى الترك عندي، لا ندير لافاني، البيض، كأس غربة تاع سكر جلاس، الفارينة، المايزينا. وهنا عندي الجلجلان بعد ما حمصتو وطحنتو مليح. نستعمل الجلجلان واحد الربع مغارف حتى الخمس مغارف، تقريبا نصف كأس. نجيب هنا ميزان، ندوب هذيك الزبدة تاعي شوية، لازم تكون دايبة شوية ماشي حاكمة روحها مليح. نوزن 250 غرام. نضيف للزبدة البيض 2 حبات، سكر جلاس، جلجلان، لافاني، والمايزينا كأس غربة. المايزينا راح نضيفها فيما بعد. نزيد حلوى الترك. بالنسبة لحلوى الترك البنات، انا هنا عيتني بزاف حلوى الترك. شو التومة هذيك اللي تكون طرية، انا هذه عيتني يابسة. نضيف هنا ربع كأس زيت، يعني 5 مغارف. نجيب الباتر ونضرب مليح هذوما المكونات باش ينسجموا، هذاك البيض مع الزبدة مع الزيت، سكر جلاس، لافاني. عندي هنا الملون هذا الوردي. درت جاتو تاع شوكولا، يعني حبيت هذا اللون يكون مختلف. بعد ما ضربت مليح هذوك المكونات، ضفت هنا المايزينا ونضيف الخمارة كيس ونصف، ونطم بالفارينة العجينة تاعي. العجينة تاعي لازم نخلوها طرية يا البنات. هاي ليكم. هنا وش راح نستعمل هنا ساشي باش ما نبقاش ندير في الفارينة، ولا بات تاعي راح تيبس. يعني كي نستعمل ساشي لا بات تاعي راح تبقى طريه اللي تبقى لي. نطبع كامل هذوك بالطابع كيما نتوما طبعوا اي طابع تحبوه ولا عندكم. شوفوا هذيك حلوى الترك كيفاش بقات لي في العجينه يا البنات، تلمون يابسه. عاد قلت لكم خيروا حلوى الترك تكون طريه بالباتور، وما حبيتش هكا تنسجم مع العجينه. نجي هنا لاكريم، ضفت 125 غرام زبده وكأس غير 4 تاع سكر جلاس. نضيف هنايا لا شانتيي واحد 2 مغارف حتى 3. كما نعرفو شانتيي ما يصالها والو. كما نديرو لهاش الحليب لا شانتيي البنات، يعني راح نقدروا نخلوها قد ما نقدروا، ماناش راح نخافوا منها. هنا كان عندي كلاصاج ميغوار، زدتو لهداك هذيك الكريمه تاعي راح يعطيني تاني ذوق وبنه رائعه.
هاوليكم يعني اللون جاني شويه قاسح في الكريمه، مي الذوق تاعها بزاف بنين. نجيب هنا اكياس تزيين ندير فيها ديك الكريمه تاعي. الكريمه تاعي لازم تكون شاده روحها كيما شفتوا. نحشي كامل هادوك الحبات تاوعي، وندير حبه فوق حبه ونحي هادوك الزوائد. اكياس التزيين راح تعاوننا يعني تسهل علينا العمليه. هنا نجيب الشوكولا البيضاء بعد ما ذوبتها وزدت لها هاد الملون الخاص تاع الشوكولا. تحصلت على هذا اللون. نقلاصي كامل الحبات تاوعي. كما نتوما تقدروا تخلوها الشوكولا بيضاء ولا تقدروا تزيدوا لها اي لون تحبوه نتوما. قطع لي هذا الكاطو كميه رائعه يا البنات، كما قلت لكم 65 حبه. راح يجي معاكم خفيف وهايل. كي تقسموا الحبه طيبوهم مليح باش تجيكم هذيك القرماشه ما يجيكمش طري وهكا يتلاصق. يعني كي طيبوه مليح راح تجيكم هذيك القرماشه تاعو بزاف هايله. هنا عندي هذا التزيين هذا تاع كيندر، والتزيين يبقى اختياري زينو كيما تحبوا وبواش عندكم. كيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاع نهار اليوم. نقسم لكم الحبه جيدو في الفم والبنه ما نحكي لكمش. هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم ولا فيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش الاشتراك وفعل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد وجام. في امان الله، سلام.